كلمه سمعتها وما نسيتهاش ابدا من يوم ما سمعتها يا جماعه. كان في حوار بيتعمل مع لعيب اسمه روماريو، كان عنده 35 سنه خلاص زي خيل الحكومه، خلاص هيعتزل. وكان في لعيب لسه طالع، لعيب برازيلي مشهور جدا عالميا وقتها اسمه رونالدو، كان عنده 17 سنه. فبيعمل حوار مع روماريو وهو خلاص بيودع الملاعب، فبيقولوا له ايه رايك في رونالدو؟ قال كلمه ما تتنسيش ابدا، قال ينتظره ايام رائعه. قلت يا شوف اهل الدنيا، حسيت ان واحد بيتسحب منه حاجه غاليه قوي عليه، وشايف واحد تاني بياخدها وهو بيبص له كده وبيقول له يا بختك، ينتظره ايام رائعه. لا والله العظيم يا جماعه، الكلمه دي انا بقولها لكم انتم، الكلمه دي انا بقولها لينا احنا، بقولها لكل واحد عايز يتوب، لكل واحد عايزه تعرف طريق ربنا، لكل واحد هيبدا صفحه جديده مع الله، لكل واحد عايز ينطلق الى الله. ينتظركم ايام رائعه. يا كل واحد قلبك اشتاق لربنا، يا كل واحده رايحه لربنا بقلبها مش برجليها، يا كل واحد نفسك انك انت كل يوم تقرب من ربنا خطوه جديده، يا كل واحد قررت انك تتوب وقررت انك تتوبي. ينتظركم ايام رائعه، ايام رائعه. الدين ده اروع ايام في الحياه، اروع ايام. كان في احد الامراء زمان ماشي، فيعني لقى بيت واحد من السلف، بيت قديم وشكله فقر رهيب، وكان هذا السلفي يسافر يحج، فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت فلان. قال فلان ده اللي بيته؟ فالبيت كان حاله فقر رهيبه وجعانين وفي حاله صعبه جدا، فمسك كيس ذهب، دنانير ذهب، والقاه فيه. فاول ما القاه فيه طبعا كل اللي في البيت، اهل البيت والاطفال والزوجه كلهم هيتجننوا من الفرح، اختنينا في لحظه، ربنا فرجها علينا في لحظه، الا بنت صغيره خدت جنبه وقعدت تبكي، فامها بتقول لها يا بنتي يا بني لما تبكي؟ شوفوا ربنا فرجها علينا ازاي. فقالت يا امي هذه نظره نظرها لنا عبد، فكيف لو نظر لنا الله؟ يا شباب كيف لو نظر لنا الله؟ يا أمة محمد كيف لو نظر لنا الله؟ لو ربنا نظر لنا نظرة رحمة يحصل. طب لو ربنا نظر لنا لقانا قدام الكليبات ولقانا قدام النوادي ولقانا قدام لو ربنا نظر لنا لقينا بنعصي ربنا هيحصل ايه؟ ولو ربنا نظر لك لقاك بتبكي في السجود في الثلث الاخير، لو ربنا نظر لك لقاك ماسك المصحف قاعد تقرا وترتل وتبكي، لو ربنا نظر لك لقاك واقفه في التراويح بتبكي من كتر الخشوع، لو ربنا نظر لنا لقانا عايشين حياتنا في طاعه ربنا، كيف لو نظر لنا الله؟ ايام الدين، الايام الحلوه، الايام الجميله، الايام اللي ما تتنسيش. كان الجنيد يقول واهن يا ايام البدر، واهن يا ايام البدر، انت فين يا ايام البدايه، ايام الانطلاق الى الله، الايام اللي فيها ذكريات ما حدش يقدر ينساها ابدا يا جماعه، الايام الجميله اللي يعيشها لا يمكن ينساها ابدا. واحده اخت لبست نقاب قالت كلمه جميله قوي، بتقول انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني، انا عايزك تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك. هدف السلسله دي انك انت تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك من السعاده اللي انت فيها. ابراهيم بن ادهم كان مره مع اخوانه على شط نهر كده، فحط رجليه في الميه وقعد فرحان بقى دنيا وعيشه الملتزمين دي عيشه ما حدش يقدر يوصفها اصلا من السعاده. وقال لهم ايه؟ قال لهم انا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كنت انا ساعتها وانا بفتكر الكلمه دي في مكان خلوي مع بعض الاخوه، قلت لهم والله العظيم وانا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما انساش ابدا مره ركبت مع والد احد اخواننا، احد الشباب التائبين، قال لي انا لما حد بيسالني عن تاريخ ميلاد ابني بقول له 25/4/2003. انا اتجعزت، قلت له 25 ده ابنه بيتخرج خلاص، ابنه اتخرج ما شاء الله وبيتجوز، 25/4 ازاي؟ قال ده تاريخ التزام ابني. يا جنه والله يا جماعه، اللي بيلتزم ده بيبقى جنه في حياته، لو فتحت صدره تلاقي جوه جنه، انسان عايش سعيد، انسان من غير هموم، انسان ربنا كفيه كل همومه سبحانه وتعالى. احد الشباب كان مره بيقول تفتكر ان انا لو التزمت هعيش سعيد؟ يا ده انت هتدوق السعاده اللي ما حدش شافها والايام الرائعه اللي ما حدش شافها. يا ابني انت عارف رحمه ربنا قد ايه؟ لو ابن ساب ابوه والاب خلاص مش عارف يجيب ابنه، والابن قاعد تايه في الدنيا وسايح في الدنيا، وبعد كده الاب سمع ان ابنه اتسجن، اتقهر على ابنه، في ليله من الليالي لقى الباب بيخبط، لقى ابنه قدامه، قال له يعمل له ايه ويدي له ايه ويعطيه ايه ويفرح بيه قد ايه؟ ولله المثل الاعلى. انت اتأثرت في اسر الشهوات، لو رجعت لربنا ربنا يفرح بيك قد ايه؟ انتوا عارفين غنى
نسينا ربنا قد ايه. ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. يا جماعه الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير، استوديو واسع، لو ده اتملى ذهب يبقى بمليارات مليارات. طب تخيل بقى ان الاستوديو ده مفتاحه قد كده قد الصابع، امال خزائن قارون اللي مفاتحها الرجاله ما تقدرش تشيلها، وكل ده ما هوش حاجه في خزائن غنى الملك سبحانه وتعالى. ينتظركم ايام رائعه يا شباب، ينتظرك ايام رائعه، اوعى تضيعيها، اوعى تضيع ايامك الحلوه الجميله. ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا وتبتوا لربنا يا اباء يا امهات يا امه محمد. ينتظرك ايام رائعه لو مشيت في طريق ربنا. ينتظركم ايام رائعه في الدنيا. في الدنيا واحد صاحبي كان عنده في درس ثقب لف بيه على الدكاتره هيموتوا من الوجع، بيقول لي اول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى اذهب كل ده عني. واحد صاحبي بيقول لي انا قبل ما التزم 13 ترم ساقطهم مفيش ولا ترم عديت فيه نضيف. انا ما عرفتش النجاح نضيف غير لما التزمت وغير لما تبت لربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الحديث بتاع صحيح مسلم، ان الله لا يظلم مسلما حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. ولا حسنه، الطريق ده ولا خطوه هتضيع عليكي فيه، الطريق ده ولا خصله شعر غلطتيها هتضيع عليكي فيه، الطريق ده ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركعه صليتها ولا ايه قران قريتها هتضيع عليك فيه. تعطى بها في الدنيا، اعطى بها ايه؟ كل حاجه. ايام رائعه يا جماعه، ايام رائعه والله العظيم. اللي عايز يعيش الدنيا كلها، اللي عايز يعيش السعاده كلها والبهجه كلها يدخل في طريق ربنا. كنت مره في احد الدروس والواحد مشتاق لاي علامه من ربنا، علامه رضا من ربنا، فقعدت ادعي مع الشباب اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخره، اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخره. تاني يوم لقيت مكالمه جايالي من مكان غير متوقع خالص، يعني لقيت واحد بيقول لي انا شفت لك رؤيه فيها كذا وكذا. قلت سبحان الله، ده احنا لسه داعين ربنا امبارح. جربت احساس ان ربنا بيحبك، ان ربنا فرحان بيكي، ان ربنا راضي عنك، ان ربنا فتح لك ابوابه. يا جماعه ينتظركم ايام رائعه، ايام جميله. ده انت لو التزمت ايام جميله والله يا جماعه. يعني ينتظركم قنوات فضائيه اسلاميه رائعه. تخيل انك انت هتقعدي قدام قناه وانت بتتفرجي على برامج دينيه جميله مؤثره جدا، تلاقي في النص طالع لك واحد بحله تيفال يقول لك عرض مميز جدا بثمن مميز جدا لحله مميزه جدا ليها غطا مميز جدا. الحله دي تنفع في كل حاجه يا جماعه. يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت، وممكن تبقى طربوش يلبسوا راجل البيت، وممكن لو عندكم كتاكيت تملوها ميه وتحموا فيها كتاكيت البيت. ايام رائعه، ايام جميله، ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى.